مصر 2026 واقفة وسط النار. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الوعي مع الجورنالكي. النهاردة أنا جاي أتكلم في موضوع لازم نفهمه علشان نعرف بلدنا واقفة فين وسط العالم. وبهدوء كده خليك معايا دقيقتين. إحنا في سنة 2026 والمنطقة حوالينا مولعة من كل اتجاه، دول بتقع وحدود بتتهدد وحروب بقت تدخل البيوت من غير جيوش. السؤال هنا مش ايه اللي بيحصل حوالينا، السؤال الحقيقي ازاي مصر لسه واقفة. مصر في 2026 لا بتتفرج ولا بتتهور، مصر بتلعب دور الدولة اللي فاهمة ان الاستقرار مش رفاهية، دي مسألة بقاء. اللي حوالينا كله مولع، غزة، السودان، ليبيا، لبنان، سوريا، القرن الافريقي، وكل ملف فيهم ليه تأثير مباشر على أمننا القومي. مصر في القضية الفلسطينية مش وليد اللحظة ولا رد فعل، ده موقف ثابت من قبل 1948 وقبل حتى ثورة 23 يوليو. ومصر النهاردة قالت بوضوح لا تهجير، لا فصل بين غزة والضفة، ولا سلام من غير دولة فلسطينية. واتكلمت مع الكل، أمريكا وإسرائيل وحماس، عشان توقف نار حقيقية مش هدنة تتكسر تاني يوم. محاولات جر مصر الحرب كانت موجودة وحصل محاولات كتير جدا قبل كده، لكن بصيرة الدولة كانت أقوى. السودان مش جار وبس، السودان عمق استراتيجي، وعشان كده مصر قالت كلمتها بوضوح. دولة واحدة، لا تقسيم ولا حكومتين ولا ميليشيات، لأن سقوط السودان معناه النار تقترب من حدودنا. أما في ليبيا مصر رسمت خطوط حمراء، لا للميليشيات، لا للفوضى، لا للتدخلات الخارجية. والحل واضح، انتخابات، دستور، ودولة ليبية قوية واقفة على رجليها. وفي لبنان موقف مصر ثابت، دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد، علشان محدش يجر البلد لحرب باسمها. وإسرائيل ما تلاقيش ذريعة تضرب البلد كل شوية. وفي سوريا مصر برضو قالت كلمتها، رجوع الدولة لأهلها من غير جماعات أجنبية بتشتغل لصالح الغير، وهي قنابل موقوتة في المنطقة. ولذلك مصر كانت حريصة كل الحرص إن سوريا تعود مرة أخرى إلى أهلها. اللي بيحصل في الصومال مش بعيد عننا، ومحاولات تفكيك وطموح للسيطرة على البحر خارج القانون، بلطجة دولية خاصة من أثيوبيا. ومصر هنا مش بتدخل، مصر فاعل، رسمت خط أحمر واضح، لا تقسيم ولا عبث بأمن البحر الأحمر، ولا تهديد لأمن الملاحة، ولا تهديد لمصالح مصر في البحر الأحمر. أما ملف سد النهضة مصر بتديره بهدوء مش بضعف، والدولة شايفة وعارفة. والقيادة السياسية في مصر قالت المية خط أحمر، ولو اتلمست كل الخيارات متاحة في وقتها. ومصر في 2026 مش صدفة ولا مغامرة ولا رد فعل، دي دولة بتحسب وتوازن وتعرف امتى تضغط وامتى تصبر. والشعب المصري هو خط الدفاع الأول، شعب واعي وفاهم ان الدول اللي اتضربت من جوه مش من بره. وخد بالك معايا، اللي بيحصل حوالينا مش بس حروب بسلاح، دي حروب بعقول. الدول اللي وقعت ما وقعتش بقنابل، وقعت لما الناس فقدت ثقتها وبقت تصدق اي حاجة وتعيد نشر اي حاجة من غير تفكير. ولازم تفهم شيء مهم، ان الفتنة عمرها ما بتدخل من باب كبير، بتدخل من فيديو، من شائعة، من كلام يخليك تشك في بلدك وفي جيشك وفي مؤسساتك. على فكرة مش بطلب منك تنافق، ولا بطلب منك تسقف، ولا تبرر، ولا تسكت على أي حاجة غلط. المطلوب إنك ما تبقاش أداة في إيد أي حد بيحارب بلدك وهو مستخبي ورا شاشة. الوعي مش إنك تصدق كل حاجة ولا تكذب كل حاجة، الوعي إنك تفكر وتسأل وتعرف مين المستفيد قبل ما تشارك وقبل ما تتحمس
الوعي هنا مش انك تصدق كل حاجة ولا تكذب كل حاجة. الوعي انك تفكر وتسأل وتعرف مين المستفيد قبل ما تشارك وقبل ما تتحمس. وعشان كده بقول لك اتعب شوية ودور على المعلومة عشان توصل للحقيقة، ومحدش يضحك عليك ومحدش يوجهك. الحقيقة بتقول مش اي حد مسك موبايل يبقى فاهم سياسة، ولا اي فيديو يبقى حقيقة. وعشان تعرف اجابة السؤال مصر واقفة ليه لغاية دلوقتي، هقول لك ان واقفة بإيمان شعبها، واقفة بقوة شعبها وقوة جيشها، وعشان بصيرة قيادتها وشعبها الواعي. مصر لو ما كانش شعبها قوي وبيحب بلده كانت وقعت من زمان. وإجابة السؤال إن ليه مصر واقفة لغاية دلوقتي ومتحملة. مصر واقفة لغاية دلوقتي ومتحملة عشان شعبها قوي، وشعبها بيحب بلده، وشعبها ما بيمشيش ورا الشائعات ويتصدى للإرهاب وبيحارب كل ما هو كاره لمصر. ده الفرق ما بين شعب مصر والشعوب التانية. شعب مصر ما سابش بلده وهرب. شعب مصر وقف مع جيشه ضد الإرهاب وضد الإرهابيين، وعشان كده مصر لسه عايشة لغاية دلوقتي. مصر لولا إن شعبها وجيشها وشرطتها إيد واحدة ما كانتش هتفضل واقفة وصمت. ولذلك قوة الدول في شعوبها. طول ما الشعب واعي ومتماسك محدش هيقدر يدخل مصر ولا يدمر مصر. ومصر لسه واقفة بقوة وبصيرة قيادتها ووعي شعبها. دمتم بكل خير. كان معكم علاء الدين البشري.